السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم حبايبي. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض حاجة حلوة قوي جنب الاكل، او ممكن تتاكل لوحدها او ممكن تنعمل في سندوتشات. هتعجب اولادكم جدا بابسط مكونات ممكن تكون عندكم في البيت، ببطاطستين وجزرايه. طبعا هنضيف عليها شويه مكونات موجوده طبيعي في كل تلاجة. هقشر البطاطس عندي والجزر وابشرهم بالمبشره. بعد ما قشرتهم بالمنظر دوت هجيب عندي البطاطس بتاعتي وارش عليها رشه ملح كده. رشه الملح دي عشان خاطر البطاطس بتاعتي ما تسودش، مبقاش لونها غامق قوي، يعني طبيعي لونها بيغير عشان الحديد اللي فيها بيتاكسد من الهواء، وفي نفس الوقت عشان خاطر تنزل الميه اللي فيها، يعني نسبه من السوائل بتاعتها هتنزل، فاعرف اعصرها واخدها ما يكونش فيها ميه. زي ما انتم شايفين معايا انا حطيت البطاطس بتاعتي في مصفى عشان الميه دي كده، وهضغط برده عليها كده. برضو خلي بالكم من حاجه، ان انتوا كده حطيتوا ملح، فيعني ايه ده الملح، يعني حطوا كميه الملح اللي هتستخدموها في كميه البطاطس، ما تحطوش ملح تاني عشان تقولوا ده ملح ده نزل، لا ده ما نزلش، ملح فيها. تمام. واحطها بقى كده. ومعايا فص توم، يعني مش فصين، فص توم ناعم مبشور كده هحطه. ومعايا بضايه، فلفل اسمر، كمون، يعني رشه كده اللي هي بتعادل ايه ربع معلقه يعني، وبابريكا او شطه، لو حابه تحطي فلفل اخضر فيها كمان حطي، هتبقى حلوه. وهخلطهم بقى كلهم كده مع بعض. معايا بقى هنا في طاسه زيت، مش شويه، يعني هو مش غزير قوي بس برده مش شويه، وهسيبه لغايه ما يسخن. وهجيب عندي الاقراص بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بايدي كده، ان انا اعملها قرص كده، اشكلها بايدي كده اهي، وابططها بالمنظر ده كده. بس طبعا لازم انزل بيها والزيت بتاعي يكون سخن. هنزل بيها بقى، الزيت بتاعي سخن المنظر ده كده. وانا بعمل القرص اللي بعديها لازم اقلب الخلطه نفسها، لان بتلاقي البيض نزل تحت وبقت هي من فوق كده. تمام. وما تتخنهاش قوي من قلبها علشان خاطر تبقى مستويه، وما تبقاش الجناب رقيقه فتبقى محروقه والقلبيه مش مستويه. طبعا نحاول بقدر الامكان ان احنا نخليها كلها مقاس واحد. زي ما انتم شايفين كده دلوقتي على نار يعني متوسطه الى عاليه، مش عاليه لكن هي اقل من العاليه، فوق متوسطه حاجه بسيطه. مش هاجي اعملها خالص ولا اقلبها الا لما احس ان الطبقه التحتانيه خدت لون يعني تماسكت والبيض عمل لها ربط، فاعرف اقلبها الناحيه الثانيه. لو قلبتها قبل الطبقه التحتانيه ما تتماسك مع بعضها هتفك، ان هي كلها طرنشات، وانا مش حاطه فيها دقيق ولا حاطه فيها اي حاجه تمسكها كده، بتبقى اخف واهش من جوه. لو بتخافي ممكن تحطي معلقه دقيق هتربطها، مش هتبقى سهله خالص في ساعتها في عمايلها. يعني انا شايفه من الجناب كده ان هي لونها معايا بدا يتغير اهي. هقلبها كده. خلاص كده بقى اشيلها واصفيها عشان اطلع الزيت اللي فيها، واحط شويه اللي باقيين. اما اجي احط المره اللي بعد كده لازم اهدي النار بقى، لان الزيت كده عندي سخن، لو حطيتها مره واحده هتبقى محروقه كده على طول وهي لسه ما استوتش من جوه، فلازم اهدي النار شويه وانزل بقى كده ايه بالراحه. وزي ما انتم شايفين معايا شكلها جميل جدا وبحاجه بسيطه جدا وما خدتش وقت خالص، ومقرمشه وفي نفس الوقت طريه من جوه، والبطاطس مستويه وفيها تكه كده حلوه جميله. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. ممكن تعملوها في سندوتشات الاولاد، وممكن تخلوها مقبلات جنب الاكل، ممكن تتغمس، ممكن تاكل حاف. ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم على خير الوصفه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.